معاكم تمرين الدراع بيج محمد صاحب ال 18 سنة لتحضيري لبطولة أفريقيا. نزلت لعبت كارديو على الريق، طلعت اتمرنت تمرينة الدراع. استنوا الفلوج كامل بتاع اليوم هينزل النهاردة. تمرينة الدراع النهاردة هنبدأ تبادل زي ما انتم شايفين. الاول هنسخن كويس وبعد كده هنبدأ بتمارين التبادل بالاداء اللي انتم شايفينه ده، مجموعة تسخين ومجموعتين للفيلير. اخر مجموعة في التبادل هناخدها دروب ست زي ما انتم شايفين كده قدامكم. وبعد كده هنخش على جهاز الحصان زي ما انتم شايفين قدامكم. هنخش على التراي، هنلعبها بالزجزاج زي ما انتم شايفين كده، بالمسطرة الزجزاج. وبعديها هناخد فرنساوي بالحبل زي ما انتم شايفين كده. وبعديها هناخد فردي بالكيبل وقاع ورا في جسمك. نقطة تانية كنت عايز أكلمك فيها، إن أنت تتمرن تحت أي ظروف. بمعنى يعني أنت الظروف المثالية عمرها ما بتيجي. يعني أنت إذا كان ظروف مادية إذا كان ظروف نفسية، فأنت عمر ما الظروف المثالية هتيجي إن أنت تنزل تتمرن، أو أنت حاطط في دماغك إن أنت عايز تلعب بطولة أو حاجة. فالظروف المثالية عمرها ما بتيجي. أنت اشتغل باللي في إيدك، اشتغل بالفلوس اللي معاك، دور إزاي تستثمر في نفسك، إذا كان في كورسات أو في أي حاجة. ما تقعدش تقول السنة لما الظروف تيجي، السنة لما حالتي المادية تتحسن. لا، قوم اشتغل باللي في ايدك دلوقتي. معكش فلوس اشتراك الجيم، ممكن تبدأ تتمرن في البيت عادي جدا لغاية ما الدنيا ربنا يسهل. مع ان معظم الناس اللي بتتكلم تقول انها معهاش فلوس للجيم، معظمها بيصرف فلوسهم على السجاير وعلى الاكل في الشارع ف... فانت لو انت حاطط حاجة في دماغك تقدر تعملها. وعن تجربة دلوقتي الحمد لله من أفضل المدربين على النت، تمام، وليا عملاء كتير وليا تيم محضر البطولات. الحمد لله عامل أول أيرون مان، وعامل مراكز متقدمة الحمد لله في معظم البطولات بعد سنة. وإن شاء الله ربنا يكرمنا في بطولة أفريقيا. فما تسمعش الكلام حد، شوف أنت هدفك إيه. طول ما أنت بتعمل اللي عليك اتأكد إن ربنا هيكرمك. طول ما أنت تجتهد وشغال باللي في إيدك انت ربنا هيكرمك. لكن تفضل تشيل الظروف مش الظروف. انا بكلمك ان الكلام ده من 5 سنين وانا عندي 15 سنه ولا 14، كنت عندي 13 سنه ولا 14 سنه، كنت بقبض 600 جنيه. كان اخر الشهر كنت باخد المرتب ده بنزل بيه، انزل اجيب البطاطا وانزل اجيب البانيه وانزل اجيب. كانت الدنيا زمان رخيصه شويه. الناس تقول لي يا ابني جيم ايه اللي كنت شغال فيه؟ ساعتها شغال على النظافه في الجيم. وبعديها بشوية فهمت الدنيا، مسكت مدرب في الجيم فترة، بس برضه كان المرتب مش قد كده. فأنت متبقاش ضحية لظروفك، أنت شوف ظروفك إيه واشتغل باللي في إيدك، وصدقني تنجح وهتوصل. لكن طول ما أنت شايل هم ظروفك وبتقول أنا ظروفي كده مش هقدر أعمل، لأ، أنت كده بتضحك على نفسك. أنت تقدر تعمل أي حاجة أدام حاططها في دماغك وبتعمل اللي عليك بجد، مش بهزار. يعني مش كلمة بعمل اللي عليا دي مش كلمة بتتقال وخلاص، لا، انت تعمل اللي عليك بجد. تشوف ايه اللي هيوصلك للهدف اللي انت عاوزه ده وتعمله بالظروف اللي في ايدك. يعني انا يعتبر لغاية دلوقتي ما بدخلش احتياجي الكامل من البروتين اصلا، لان الناس مع اداها بيقولوا ان انت لازم تدخل 2 في وزنك من نسبة البروتين. عايز اقول لكم انا نص الفورمة دي عاملها من اكل البيت اصلا من قبل ما الدنيا ما تتظبط معايا. فاشتغل باللي في ايدك، اشتغل باللي معاك. عايز تحضر لماتش، عايز تعمل حاجة، قوم اتحرك. عايز تنزل تتمرن، قوم اتحرك باللي في ايدك، واكيد ربنا هيكرمك. بس وده مستوى النهارده، واستنوا الفلوج بتاع التحضير الكامل في اليوم هينزل النهارده بالليل. بس ودي كانت تمرينة بيج محمد، وللبرامج المخصصة سايب لكم رقمي تحت.